اهلا وسهلا بيكم يا دكاتره في حلقه جديده، ويلا مع بعض نبدا حل سلسله كتاب التفوق، وهنبدا مع بعض بشابتر 5 الدي ان اي. نبدا مع بعض باول سؤال بيقول لك which of the following statement is correct about the initial belief of the scientist regarding to the structure shown in the opposite figure. يعني هو بيقول لك اي من الجمل الاتيه تعتبر جمل صحيحه مقارنه ب مبدا، او يعني يعتبر زي ايمان العلماء الاول بالصوره اللي قدامك دي. هي اولا الصوره اللي قدامك دي مين؟ دي هي الكروموسوم. طب هم كانوا في الاول فاكرين ايه؟ كانوا فاكرين ان الكروموسوم اللي بيحتوي على دي ان اي وبروتين، كان البروتين هو الماده الوراثيه، وده لان عدد المونيمرز فيه اللي بيخلق البروتين كان اكبر من عدد النيوكليوتايدز. خلي بالك اللي بتخلق دي ان اي، يعني انا كان عندي 4 نيوكليوتيد في الدي ان اي، عندي بيصنعوا كل اشكال الدي ان اي، اما العكس كان في البروتين كان عندي 20 امينو اسيد. فتعال نقرا. هل هي كونتين دي ان اي اند بروتين والبروتين هو جينيتك ماتيريال؟ طبعا الاجابه دي صح. طب هل هي كونتين دي ان اي وبروتين والدي ان اي هو جينيتك ماتيريال؟ قال لي لا، ده في الاول كان غلط. طب هو بيحتوي على دي ان اي بس؟ غلط. طب بيحتوي على بروتين بس؟ غلط. لا طبعا الكروموسوم 50 50 دي ان اي وبروتين. The ratio between the number of types of monomers that make up protein، انا عندي 20 نوع من الامينو اسيد. طيب and the number of type of monomers that make up nucleic acids، خلي بالك nucleic acid دي حاجتين مش حاجه واحده، اوعى. دي ان اي وار ان اي. طب ما دي 4 نيوكليوتايد ودي 4 نيوكليوتايد، خلي بالك من الحته دي، يعني دي كده 4 ودي كده 4 عشان بس ايه ما تنساش. طيب يبقى انا الريشيو بتاعتي كام؟ 20 ل 8. 20 ل 8. طب انا لما اجي اعمل سمبليفاي عند حضرتك هعمل مثلا بالنسبه لنا ديفايدد 4، فهتدينا دي كام؟ هتدينا دي 5 ودي هتبقى 4 بالنسبه لي، سوري 2 بالنسبه لي، تبقى 5 ل 2 عند حضرتك. يبقى الاجابه اهي 5 ل 2. In front of you 4 experiment conducted on Bonomia bacteria. Study them then answer. Which experiment does mixing the two tubes result in a bacterial transformation lethal to mice؟ يعني مين في الانابيب دي لما نخلطهم ببعض يعمل تحول بكتيري مميت؟ يعني يديك الاس، فاكر السفله الفايرلنت سترين، او يعتبر القاتله عندي. فتعال نشوف كده بالنسبه لي اللي حصل واحده واحده. طب انا حاطط ايس للاس والار، طب ما كده عادي الاس حيه هنا، يعني هنا اوريدي الاس ايه؟ ليفنج، والار برضه ليفنج، فمفيش اي تحول هيحصل خالص. يعني الاس مالهاش دعوه بالار، يعني هي عايشه، فهتدي ليه للار عشان يتحول. طيب هنا بقى بي، بص معايا بقى، هنا بقى مخلي الاس ايه؟ هيت كيلد اس، وهنا ليفنج ايه؟ ار. ايوه دي انا حلوه دي حلو. ليه بقى؟ لان انا عارف ان الاس الميته ادت للار الحيه قطعه من الجين بتاعها فتحولتها. طب هنا خلى الار بقت هي الميته، الهيت كيلد بقت ار، والليفنج ايه؟ اس. مش شايف لها اي علاقه، ملهاش اي لازمه، مفيش تحول اصلا. طب هنا بقى راح مسخن لك يا باشا الاثنين، طب ما هما الاثنين بقوا هيت كيلد، فمفيش اصلا حي، كلهم ميتين. طب برضه كده ملهاش ايه لازمه. يبقى الاجابه الوحيده هي بي، هي الوحيده اللي تنفع عندك، هي اللي حصل فيها التحول، ان الاس الميته ادت للار الحيه قطعه جينيه حولتها لاس حي. Which of the following graph represents the change in the bacterial number when the thermal killed strain S are mixed with the living strain or bacteria؟ طيب انا دلوقتي خدت الاس الميته واديتها للار الحيه، فانا عارف كالاتي، يبقى الار الحيه هتاخد الترانسفورمينج فاكتور، فهتبدا تتحول لايه؟ لاس. فتدريجيا الار بيقل وبيتحول لايه؟ لاس. يبقى دي الاجابه بتاعتي. يبقى انا ما اقدرش اقول لك ان الار ثابته، بالعكس هي هتختفي، ولا اقول لك ان الاثنين بيزيدوا مع بعض، ولا اقول لك الار هي اللي زادت والاس اللي قلت، بالعكس. امال ايه؟ هي دي اهي، الار بتقل بتختفي في ظهور الايه؟ الاس عندي. طبعا الار كانت موجوده من الاول، الاس ظهرت بعدها بفتره. ليه؟ لان انا هستنى ترانسفورميشن الوقت، استنى الاول ان انا الار يابزور
الجيناتيك ماتيريال ويتحول لايه؟ لاس. A set of experiment was conducted on Pneumonia bacteria and the results were as follow. Which of the following represents the type of bacteria 1 و2 و3. طب بص كده معايا، هو 1 دي لما حقنها للفار الفار مات على طول. طب يبقى دي كده ليفنج اس خلصانه، ليفنج اس سترين. ماشي. ار بص بقى واخد بالك هنا بقى اللي هي لونها موف مثلا ايا كان، لما حقنها للفار الفيران ايه؟ عاشت. خدت لي بالك من الحته دي؟ الفيران عاشت. طب ما هو معنى كده يبقى دي الليفنج ار، يبقى رقم 2 دي ليفنج ار. طب رقم 3 دي مين؟ بص مش شبه الرقم 1 بس ايه؟ لما اديتها للفار الفار عاش، يبقى دي الديد اس سترين. خدت لي بالك من الحوار ده؟ تاني، انا رقم 1 اديتها للفار الفار مات خلصت، يبقى دي ليفنج اس. طب انا رقم 2 لما اديتها للفار، ما هي دي رقم 2، الفار في الاخر ايه؟ عاش، يبقى دي تعتبر ار حي. طب لما اديت بقى رقم 3 للفار برضو عاش، طب ما هي عليها غلاف ولونها مصفر مش محمر يعني كانها ميته، يبقى دي مين؟ يبقى دي تعتبر عندنا الديد اس. يبقى انا عايز رقم 1 ليفنج تمشي دي، لا انا اسف، ليفنج اس تمشي تمشي تمشي. عايز رقم 2 تكون ليفنج ار تمشي تمشي. طب انا عايز اخر واحده ديد اس، يبقى هي الاجابه دي بالنسبه لي. طب السؤال اللي بعده بيقول لك based on your study in the opposite graph which of the following represents the composition of a material isolated by Avery and his colleague during their bacterial transformation experiment. احنا عارفين ان افري عمل عزل للمواد اللي ممكن تتنقل من الاس الميته للار الحي وعمل لها كيميكال اناليسيس، فهو اكتشف ان الماده اللي ينفع تتنقل هي مين؟ هي الدي ان ايه، من الاس الميته للار الحيه. بس استنى، الماده دي كانت متلحوسه سنه ايه؟ بروتين، وده اللي خلانا عملنا اوبجكشن على افري ان ممكن يكون البروتين هو الماده الوراثيه. تعال نشوف، فاحنا عايزين حاجه فيها دي ان ايه والسن اتلحوست بروتين. طب الدي ان ايه لونه ايه؟ ابيض، يبقى دي بره اللعبه ودي بره اللعبه. حلو، هي واي لان زد مش هينفع لان هي دي ان ايه بس، يبقى هي واي عند حضرتك. ليه؟ قطعه دي ان ايه كامله وسنه بروتين عندي. Based on your study in the opposite graph which of the following process occur at point X in the figure. ايه اللي حصل في X؟ بص هو بيقول لك اصابه ايه؟ اصابه البكتيريوفاج، يعني انت اصبتها بايه؟ بفيروس، فابتدى نشاط الريبوسوم يزيد، يبقى معنى كده ان هو بيخلق البروتين كوتس. فايه اللي حصل بعد اكس؟ اكس دي اللي هي 32 دقيقه رابتشر وريليز، ماتت خلاص اهي. بكتيريال دي ان ديجراديشن لا، فيرال ريبليكيشن بالعكس الريبليكيشن ده بيحصل قبلها. بيجيننج اوف فيرال كود فورميشن لا خالص، دي نهايه القصه. لما طلع نيو فاج 100 نيو فاج جديده خرجوا عند حضرتك. طيب if the size of the phage attacking the bacterial cell، لو حجم الفاج اللي اصيب البكتيريا في لحظه الاتاتشمنت باكس، يعني هو حجمه اكس، فيعتبر السايز بتاع الفيروس اللي بعد الريبرودكشن سايكل بايه؟ طب ما باكس، ما عادي ده ريبليكيشن يا دكتور وبروتين سينسز، عادي هيعمل نفس الحاجه بيتكاثر 100 مره عندي، فبالتالي يبقى ذا سيم سايز اوف ذا اوريجينال فيروس. طبعا يبقى كل حاجه زيها، ولا هاف ولا 1 على 100 ولا اي حاجه من الحاجات دي. Based on your study in Hershey Chase experiment, what directs the replication of the phage inside the bacteria؟ يعني ايه اللي مسؤول عن عمليه الاستنساخ بتاع الفيروس جوه البكتيريا؟ اديني بنفسه بتاع الفيروس. ما انت بعد فاكر 4 دقايق عملت انجكت للايه؟ للبكتيريال دي ان سوري للفيرال دي ان ايه، فابتدى الفيرال دي ان ايه ده عمال يعمل ايه بقى؟ عمال يعمل ريبليكيشن، نسخ بقى منه كتير، عمال 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 لحد 15 دقيقه. يبقى النيوكليك اسيد بتاع البكتيريا ملوش علاقه، بروتين بتاع الفيروس ما دخلش اصلا، نيوكليك اسيد بتاع الفاج اللي هو الفيروس، البلازميد مالهاش علاقه. هو ده اللي مسؤول عن الريبليكيشن بتاع الفيرال دي ان اي، او يعمل 100 نسخه من قطع الدي ان اي عندي. Which symbol shown in the opposite figure represents the structure of bacteriophage that doesn't directly depend on the bacterial ribosome for its formation؟
ركز، حاجه ملهاش علاقه مباشره بالريبوسوم اللي في البكتيريا. هو الريبوسوم بتاع البكتيريا ده بيعمل ايه؟ هو عامه الريبوسوم بتعمل ايه؟ بيلد بروتين. بيلد بروتين، يبقى الحاجه المباشره انه بيعمل بروتين ايه؟ كوت. ما هو دي الحاجه المباشره، ان هو خلق البروتين كوت. طب ايه الحاجه اللي ملوش علاقه بيها؟ الدي ان ايه يا باشا، بس هي بطريقه غير مباشره. هقول لك ليه. لان هو طبعا الدي ان عشان يحصل له ريبليكيشن محتاج انزيم، والانزيم بيعملها الريبوسوم لانه بروتين. فهو طبعا يعتبر الحاجه المباشره اللي البكتيريا الريبوسوم عملها لي ان هو عمل لي ايه؟ البروتين كود. بطريقه غير مباشره ساعدني في انه عمل الانزيم زي البوليمريز اللي ساعدني في الريبليكيشن. يبقى انا عايز الدي ان ايه بتاعنا فين بقى يا باشا؟ الدي ان هي مين؟ اهي، هي بي عشان هي بس مش واضحه اهي، او مش هقول لك عليها، لكن سي دي اي اف جي اتش كل ده غلاف البروتين بتاعنا. هو الدي ان ايه بس هي الحاجه اللي ملهاش علاقه بالريبوسوم بطريقه مباشره. Which of the following cell the target material for deoxyribonuclease enzyme cannot be isolated from them؟ يعني ايه الحاجه اللي بالبلدي ما فيهاش دي ان ايه؟ فالديوكسيرايبونيوكليز ما يشتغلش. طبعا ريد بلاد سيل. ليه بقى؟ لان ما عندهاش اصلا نيوكليس، ما فيهاش دي ان ايه. لكن دي فاجوسايت، ده سبيرم، ده اوفم، كل ده اصلا عنده ايه؟ عنده نيوكليس يا دكتور. خلي بالك من الحته دي. The diagram illustrates the stages of spermatogenesis in human male, which graph below accurately represents the amount of DNA in each cell during this process. طب واحدة واحدة كده بس بالراحة وتاتا تاتا. طيب احنا عارفين يا باشا ان ده 2 ان صح؟ وده 2 ان، ده ان، ده ان، ماشي؟ ده الكروموسومال سيت اللي هو رقم زوجة ولا فرد. طيب السبرماتوجونيوم والبرايمري سبرماتوسايت هو كان حصل ايه هنا؟ حصل بس جروث، ما حصلش غير جروث الكبير الاول. بعد كده ده مايوزز واحد وده مايوزز اتنين. حلو قوي. طب احنا عارفين ان هنا وهنا ذا سيم، لان هي الخليه كبرت. يعني ايه؟ يعني معايا 46 كروموسوم ب 46 دي ان اي مولكيول. 46 كروموسوم، كل كروموسوم بصباع واحد. نفس الكلام هنا 46 كروموسوم ب 46 دي ان اي مولكيول. كلام جميل، كلام جميل. ماشي. تعالى بقى هنا. هنا انا قسمت عدد الكروموسومات عشان كده اسمه الريدكشن فيز. انا بقسم نص كروموسومات، يعني انا بقى عندي 23 كروموسوم. بس استنى، استنى، ان عدد الكروموسومات هنا بيكون دوبليكيتد، فيها صباعين من الدي ان ايه، فيها صباعين من الدي ان ايه. يعني معنى كده ان فيها 46 برضو دي ان ايه مولكيول. تاني ركز قوي يا صاحبي في الحته دي. انا عندي السبرماتوجونيوم والبرايمري سبرماتوسايت هما الاثنين حاجه واحده، كروموسوم 46 بصباع واحد بدي ان اي مولكيول 46. اما في السكندري سبرماتوسايت لا، انا عملت اول جزء في الاسم. اول جزء في الاسم ان انا بقسم عدد الكروموسومات، لكن كل كروموسوم فيه صباعين. طب في الحاله الثانيه استنى بقى، انا عندي هنا 23 كروموسوم بعد ما قسمت بقى الكروموسومات، بس فصلت الصوابع ب 23 دي ان اي مولكيول. يبقى تعالى بقى نبص كده. يبقى انا عايز واحد واثنين وثلاثه نفس الكميه بتاعت الدي ان اي، نفس الكميه. طبعا هو بيتكلم عن اماونت اوف دي ان اي اهي يا باشا، 46 46 46 واللي بعدها 23. هي دي الاجابه الصحيحه، ولا واحده من دول تنفع عند سعادتك. طب the two graph represent two somatic cells in the human. What could cell X and Y represent respectively؟ فهو بيتكلم في الكروموسومال سيت، هما الاثنين نفس ايه؟ هو بيقول سوماتيك، يعني الباشا الاثنين دول 2 ان. خلي بالك كروموسومال سيت يعني عدد الكروموسوم زوجي ولا فردي؟ فانا شايف ان هما الاثنين زوجي. حلو. بس كميه الدي ان ايه ده؟ كتير قوي. يعني هو الرقمين فردي، سوري الرقمين زوجي، بس في واحد اكتر من التاني. هي دي ممكن تحصل؟ قال لي يعني معنى هنا مثلا ان هنا 6 دي 46 دي ان ايه، وهنا اكتر من 46 دي ان ايه. الجنان ده يا عم، هو في حاجه عندك في المنهج بتقول كده؟ تعال ندور. ليفر وسكين، طب ما هما الاثنين 46. كاردياك ماسل وستومك ماسل، لا الاثنين 46. بنكرياتيك اسايناي وديودنم الاثنين 46. لكن هي اللعبه بقى في دي،
ده يا باشا 46. طب والجاسترونوسورس مثلا لا ده مور، هتقول لي مور، اقول لك اه. ليه يا صاحبي؟ على اساس ان انت واخد ان دايما السكيلتال ماسل مالتي نيوكلييتد، متعدده الانواع، يعني فيها اكتر من نواه وكل نواه فيها 46. فلما اقول لك ان الفايبر بتاعك او الماسل فايبر فيه كذا نواه، فيه 10 انواع، 10 نيوكليون، يبقى 10 في 46. يبقى دي الفكره. يبقى هو الرقم لسه زوجي ك2 ان، بس في الاخر كميه الدي ان اي كبيره جدا. يعني هو السؤال ده بيلعب على فكره مش موجوده في الشابتر ده، موجوده في السبورت والموفمنت. The following four nuclei are from different cells. Which one contains the highest amount of number of DNA molecule؟ اكبر عدد من المولكيول دي ان اي. هنا انا عندي 4 كروموسوم مضروبين في 2. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 مضروبين في 2. هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هنا 10 وهنا 4. طبعا اكبر عدد 8 في 2 يدينا تقريبا 16. فده اكبر عدد دي ان اي لان كل كروموسوم دوبليكيتد عندي. Which of the following figure represents the changes that occur in a pancreatic beta cell when the glucose level rise؟ طب هو البيتا دي بتاعت مين؟ البيتا بتاعت البت التخينه اللي بيشتغل لها مين؟ الانسولين. طب ما الانسولين ده بروتين، يبقى معنى كده ان نسبه الانسولين ايه؟ هتزيد. طيب حلو قوي. كميه الدي ان ايه هتبقى ثابته، هو عمرها ما بتزيد وتقل يعني في افراز السكر، ولكن كميه الار ان ايه هتزيد لان محتاج نسخ كتيره من الار ان ايه اللي هيعمل بروتين اسمه ايه؟ انسولين. يبقى دي الاجابه. يبقى اهي بص بقى، ادي الدي ان ايه يا صاحبي ثابت، بس بعمل نسخ كتيره من ميرنا اللي شايله الكودز بتاعت الانسولين اللي محتاجها عشان تخلق بروتين الانسولين. How many organic building units involved in the structure of DNA nucleotide؟ طب واحده واحده. هو الدي ان نيوكليوتايد فيها 3 سب يونت، هو عايز الحاجات الاورجانيك. اقول لك 2. ليه بقى؟ اول حاجه البنتوز شوجر، وده سكر طبيعي من المونوسكرايد، والنيتروجينوس بيس. طب والفوسفيت؟ لا ده ان اورجانيك، ده فوسفيت عادي، بي او 4. study the following figure and answer. واحد ده سكر بثيامين، واحد ده سكر بيوراسيل. خلي بالك، يبقى ده كده ليه علاقه بالار ان ايه، وده علاقه بالدي ان ايه. ماشي. وده من الواضح امينو اسيد. تعال نشوف هو عايز يوصل لايه. بيقول لك ايه؟ which of the following unit is involved in formation of the material responsible for transferring genetic trait from one generation to another؟ يبقى بيتكلم عن الدي ان بس، ده اساسي. وممكن الار ان ايه في حاله بعض الفيروسات. خلي بالك، يعني هو الاساسي بتاعنا الدي ان ايه، وبعض الفيروسات ممكن الجينيتك ماتيريال بتاعها يبقى ايه؟ ار ان ايه. يبقى انا 1 و2 اهي، 1 وايه؟ و2 عندي. ما ينفعش واحد بس، ولا 3 امينو اسيد مش بتاعنا، ولا 2 و3 عندي، هي 1 و2 عندي. The diagram represent a segment of DNA molecule. Study it and answer. How many rings present in region X؟ X ده بيتكلم على ايه يا دكتور؟ واخد بالك؟ دي مشاور على المنطقه كلها من اول اللادر سايد بالرنج. طب واحده واحده بس كده بالراحه. لو انا عملت كده، تخيلت معايا اهو ان انا بتكلم في ايه؟ في من اول التو سايدز، عايز اعدد الحلقات. طب ما اول حاجه عندك الايه؟ الشوجر، ده اول حاجه عندي، دي اول حلقه عند حضرتك، السكر. طيب بعد كده عندك واحده بيراميدين او حلقتين بيوري. طب ما بص كده معايا، يعني مثلا لو هنتخيل A و T مثلا. طب لو انا جيت عديت، يبقى انا عندي هنا ايه؟ ادي 1، ادي 2، ادي 3، ادي 4، ادي 5. لو انا همشي من الاول للاخر، هو خلي بالك مشاور هنا، هو مش مشاور على الرنج، مش مشاور على عتب السلم، هو واخد من اول هنا لحد هنا، والفوسفات طبعا مش رينج. يبقى بالتالي عندي 5 حلقات توتال. Which of the following models can correctly represent واتسون وكريك؟ مين فيهم ينفع واتسون وكريك؟ تعالى واحده واحده. A مع C ما تنفعش، A مع T، G مع C تنفع، A مع C ما تنفعش، A مع G برضه ما تنفعش. اصل هي سهله، مش مستاهله فزلكه.
انا عندي عدد الاي قد عدد التي، عدد الجي قد عدد السي، وكلهم انتي بارل. انا ما عنديش انتي بارل بس عندي البيز بير بتاعي. تعالى بس السؤال رقم 20 بيقول لك ايه؟ which of the following DNA molecule contain approximately 50 nucleotide. طب هنعرفها منين ده يا دكتور؟ بالترنز يا صاحبي. هو بيقول لك التوتال مولكيول يعني 2 ستراند. خلي بالك المولكيول يعني 2 ستراند عشان بس نكون متفقين. طيب فانا لما اجي اتكلم معاك انا عندي 50 نيوكليوتايد، فتعالى نحسبها بالعقل. انا عندي ال1 تيرن، اللفه الواحده فيها 20 نيوكليوتايد. خلي بالك من ايه؟ من الحته دي. فتعالى نقرا كده. بص دي كده واحده ودي كده واحده، طب ما كده يبقى ده 20 وده 20 40 فكك. طيب هنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، يعني كده 20 في 20 في 20. خلي بالك تمانيات، طب ما كده يبقى 60 غلط. طب هنا واحد اتنين تلاتة ونص، دي كده 20 في 20 في 20 في 10 لانها نص، طب ما كده يبقى انت عندك 70. طب ما دي كده غلط. طب هنا 10 سوري، ادي كده 20 و20 و10، يبقى التوتال كده كام؟ 50. طب ما هي دي الاجابه الصح لان انا بدور على 50 عند حضرتك. طيب who was the first to provide the direct evidence of the spatial shape of the genetic material؟ يعني مين اول واحد قال لك انه سبايرال؟ يا باشا ده فرانكلين. خلي بالك ان فرانكلين هي الوحيده اللي قالت انه سبايرال، لكن قال لك بقى عدد الترن والكلام ده، الكيميكال ستراكشر والحاجات دي كلها بتاعت مين؟ دي مش بتاعت فرانكلين، بتاعت واتسون وكريك. خلي بالك من الحته دي. طب if you have a DNA turn contain 20 hydrogen bond what is the percentage of cytosine in it؟ طيب انا عندي اللفه الواحده المفروض ال1 تيرن بتمثل 20 نيوكليوتايد، 10 يمين و10 ايه؟ شمال. ما هو مفيش غيرها اهي. يعني انا عندي هنا في 10 نيوكليوتايد وهنا 10 نيوكليوتايد. حلو. لما اجي افكر معاك بالمنطق، اصل هي مش مساله، انت مفروض لو انا هعتبر A و T مفروض اقصى حاجه يبقوا كام؟ ربطتين. طب لو جي وسي 3 ربطات. طب هو بيقول لك اصلا ان انت معاك 10 نيوكليوتايد و10 نيوكليوتايد، 10 و10 يعني توتال 20، وعايز يبقى برضو 20 رابطه. يبقى ما ينفعش يبقى جي وسي، ما ينفعش جي وسي، يبقى هي اي وتي بس، ما فيش اي جي وسي. خلي بالك من الحته دي. ليه بقى؟ على اساس ان انت كلهم ادينوسي ادينين وثايمين، عشان هنا ال10 دول ايه وال10 دول تي، فيبقوا دبل بوند 10 و10. فاهم المنظر؟ تاني انا يبقى عندي هنا 10 ادينين قدام 10 ثيامين، على اساس 10 و10 بينهم ربطتين، فيبقى 10 في 2 بكام؟ ب 20. فبالتالي يبقى نسبة السيتوسين كام؟ زيرو يا دكتور. ما ينفعش، اصل انا لو حطيت اي حاجة فيها 3 الرقم هيضرب عندي. ده لو حطيت واحدة بس. فاهم؟ لو حطيت واحدة عندي. فبالتالي تاني بص معايا، ركز واحدة واحدة. انا هنا 10 وهنا 10 وعايز البونز كلها تبقى 20. طب ازاي يعني؟ ده هو لو انا حطيت الاي قدام التي فكده كده بربطتين، فلو عندي 10 اي قدام 10 تي ب 20 ربطه. طب ما خلصت. يبقى انا ما عنديش جي وسي. ما هي الفكره في كده، لان هيبقى الرقم اكبر من 20 ربطه. ما 10 اي قدام 10 تي وده معاه ربطتين هنا قدام ربطتين هنا، فبالتالي 10 في 2 ب 20. Study the DNA segment shown in the opposite figure then deduce what is the percentage of the guanine in this segment. عايز نسبة الجي. طب واحدة واحدة. ده بص 3 ادي جي قدام سي، ده 2 ادي ايه قدام تي، وده ربطتين A و T، ده 3 يبقى ده جي وسي، ده 3 يبقى ده جي وسي، ده 2 يبقى A وايه وتي. طب تعالى نعد بقى، ما انت عايز نسب. هنا A A A، انا عندي 3 ايه 3 ايه، الايه ب 3. طب ما هو برضه التي يا دكتور هتبقى ب 3. هات اللي بعده
سي 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 برضو ب3، والجي برضو اكيد هيبقى ب3 عند حضرتك بالنسبه لي اهو، ادي 1 2 3، فالجي هنا ب3 والسي برضو بكام؟ ب3. حلو. طب انا عايز ايه؟ عايز نسبه الجوانين. هو كده العدد الكلي بيساوي كام؟ 3 و3 6 12. طب ما خلاص، يعني الجي برسنتج بتاعتها بتساوي كام؟ 3 على 12 في 100. ما دي برسنتج هتطلع 25%. هي اصلا من غير ما تفكر، هم كلهم ايه؟ 3 3 3 يعني 4 بايه؟ باربع تلاتات، يعني 4/4 يبقى 25 عند حضرتك. What is the structure؟ ده السؤال اللي جه السنه اللي فاتت. What is the structure of each chromosome in eukaryotic؟ ايه تركيب الكروموسوم في الايوكاريوتيك؟ خلي بالك في الايوكاريوتيك. تعال نقرا. هل هو قطعتين من الدي ان اي مولكيول؟ خلي بالك لما اجي اقول لك قطعتين من الدي ان اي مولكيول، يعني هو معنى كده انه دوبليكيتد كروموسوم، دوبليكيتد كروماتيد كروموسوم. يعني كروموسوم بايه؟ بصباعين؟ لا، خلي بالك ده لما يحصل دوبليكيشن، فدي غلط. امال ايه؟ هو عباره عن ايه؟ صباع واحد يا باشا. هو عباره عن سنجل كروماتيد كروموسوم، وده الطبيعي جدا. خلي بالك من التركات، هو اصلا على بعضه بكروماتيد ايه؟ صباع واحد بكروموسوم واحد. طب هو سنجل دي ان ستراند؟ لا يا باشا، هو مولكيول بتو ستراند. طب سنجل ستراند مولكيول؟ مفيش حاجه اسمها سنجل ستراند مولكيول، هو المولكيول بتو ستراندز عندي. طيب study the opposite graphs and answer which of the following represents the nitrogen space that not involved in the structure of a AIDS. AIDS يا باشا ده RNA، يبقى ملوش علاقه بمين؟ بالثيامين. ملوش علاقه بالثيامين. طب تعالى ندور. هو بيقول لك عدد الرينجز وعدد الهيدروجين ايه؟ بونز بالنسبه لنا. طب واحده واحده كده بالراحه. انا دلوقتي الثيامين ده بيكون ايه؟ بيكون سنجل وبيعمل دبل بوند، دبل هيدروجين. طيب يبقى انا عايزه سنجل اهو، ولا دي ولا دي. طيب بيعمل 3 روابط. لا يا باشا، يبقى هي دي زد. هو ده الثيامين. هو الثيامين هو الحاجه الوحيده اللي مش موجوده. هي الفكره في كده، هي الوحيده اللي ما تنفعش. برضه 26 بيقول لك ايه؟ which DNA strand build in the direction 5 ل3 during DNA replication. يعني اني ستراند بيبني من 5 ل3 وقت الريبليكيشن؟ هما الاثنين حبيبي. البوليميريز لما جه يشتغل كده كده البنا بيشتغل ايه؟ على دايما ستراند جديد بتاعه من 5 ل3 دايما. بس في فرق، واحد كان ليدنج واحد كان لاجنج. طب هل الستراند الكومبلمنتري تو تمبلت 3 ل5 عندك؟ هل هو الستراند اللي بيكمل التمبلت 3 ل5، ولا الستراند اللي كومبلمنتري ل 5 ل3، ولا التو كومبلمنتري ستراند تو ذا تو تمبلت؟ هو ده ان انت بتعمل ايه؟ اتنين كومبلمنتري ل2 تمبلت. خلي بالك من الحته دي. ليه بقى؟ عشان في ناس كتيره كانت بتختار ايه؟ تقول لك اول واحده. ماشي انا معاك ان هي اول واحده، بس هو مش ده، مش التمبلت ده. هو انا معاك اللي كده كده الاثنين انتي ايه؟ بارل، بس في واحد قلب، فهو اوريدي 2 كومبلمنتري 2 تمبلت. هي الفكره. طب بيلد باي دي ان اي بوليمريز ودي ان اي لايجيز؟ لا، ده قصده كده على مين؟ اللاجنج. لا يا دكتور، هو ليدنج وايه؟ ولاجنج. يبقى بالنسبه لي لا، هو اشتغل بوجه عام على الاثنين كومبلمنتري ستراند الاثنين تمبلت عندي. هو ما الا غير اتجاهه عندي. The opposite figure illustrates a DNA replication process in eukaryotic. Study carefully and answer what the indicated symbol refer to the leading strand during replication. عايز الليدنج. طب ما خلاص يا دكتور، ما هو ده لاجنج باين عليه اصلا، ده الاوكازاكي فراجمنت اللي معمول ايه؟ قطع اهو، زي ما انت شايف كده، ده قطع. اما ده ليدنج متاخد مره واحده، حته واحده لجوه. طبعا واي ده وال ده اللي هم يعتبروا التمبلت. ده تمبلت وده ايه؟ تمبلت عند حضرتك، مالكش دعوه ايه بيه. يبقى انا بالنسبه لي هتبقى اجابتي ايه؟ تعتبر اكس هو الليدنج بالنسبه لي. طيب which of the following characteristics in Watson و Crick model is considered the cornerstone for understanding the DNA replication mechanism؟ ان كل حاجه انتي بارل. خلي بالك ان هي الفكره كلها كده، ان هو كان كله انتي بارل 5 3 3 5، وكان دايما بيحصل بينهم ايه؟ بير بيس بير. خلي بالك، ما هي الفكره في كده، لان هو دايما بيعمل بير then add.
هو دي فكره. فتعالى نقرا. هل ايكوال ويدث؟ ايكوال ويدث دي حاجه حلوه في الاستابيليتي بس مش في الريبليكيشن. كومبلمنتيشن اوف بيزز صح، التكامل ان الاي قدام التي والجي قدام السي. ذا انتي باراليزم انا معاك دي حلوه بس اللي فوق احلى. ليه؟ فكره الريبليكيشن ان كل ستراند اولد بيعمل واحد ايه نيو كومبلمنتري ليه. الهيليكال تيرنز ملهاش اي علاقه اصلا. فبالتالي احسن حاجه الكومبلمنتيشن اللي حصل ما بين التو انتي ايه بارل، التكامل ما بينهم ان البيورين قدامها بيراميدين عند حاجه. ده كان الهدف الرئيسي بتاع القصه. Study the figure well and answer which of the letters indicates the chronological order of the enzyme action during DNA replication. تسلسل. طيب واحده واحده كده. انا شايف اللي ده مين؟ اللي ده الهيليكيز. ماشي؟ واي ده كده كده ده يعتبر بيبقى ايه اللي بيعمل انوندنج للبروتين. انوندنج ليه؟ للدي ان اي، فسيبك منه. طيب فبدايتك ايه؟ الهيليكيز. طب كمل معايا. انا دلوقتي عندي ام ده مين؟ ام ده داخل مع الهيليكيز، ده البوليمريز. ام ده اللي هو مين؟ البوليمريز. ماشي. اكس ده واخد بالك من حاجه؟ بيبدل حاجه بحاجه. ده البرايمريز. فاكر اللي هو بيبدا؟ ما هو اي بوليمريز لازم ايه؟ لازم الاول تبدا له. يعني البوليمريز لوحده ما يقدرش يبدا، فمستني مين يبدا له؟ البرايمريز، البرايمر. ودي بياخد ايه؟ بياخد الار ان اي نيوكليوتايدز يحطها الاول عند حضرتك، بعد كده يجي ايه؟ يبدا. طيب مين ده بقى؟ ده اللايجيز اللي بيلزق. خلي بالك ده مين؟ ده برضو بوليمريز على فكره، خلي بالك، بس ده بوليمريز جديد. انت فاهم؟ هيبدا يشتغل عندي. طيب فلو احنا عايزين نرتب هناخد ال الاول اللي هو الكيس، بعد كده الام البوليمريز، بعد كده ايه؟ الواي اللايجيز. ليه بقى؟ لاني انا عندي خلي بالك لو هاخد البرايمريز فيبقى اول واحد قبل البوليمريز. خلي بالك البرايمريز قبل البوليمريز لان هو اللي من خلاله بنبدا، ومش هينفع اخده من لاجنج، هاخده من ليدنج المفروض. فانا ما عنديش حاجه في الليدنج، ما هو ده الليدنج، خلي بالك ده الليدنج ستراند لجوه، فانا ما عنديش حاجه بتقول عليه اصلا. يبقى انا هختار ايه؟ ال وام وواي عند حضرتك. هي دي الفكره بتاعتها. 30 بيقول لك ايه؟ study the following tables that show 4 different type of viruses that differ from each other in the type of the genetic material and conclude. Rice dwarf rice ده double strand RNA, hepatitis C single strand RNA, herpes double strand DNA, parvo virus single strand DNA. فبيقول لك which of these viruses the damage in their genetic material cannot be repaired. اي حاجه single strand عشان بس نريح نفسنا. يبقى دي تمشي صح ودي تمشي حتى لو ديني. طبعا حتى ما اصل هي الفكره كلها في ايه؟ ان انت اصلا يكون معاك دبل ستراند حتى لو 2 ار ان اي، المهم كومبلمنتيشن ده بيحمي ده. يبقى انا بالتالي اختار ايه؟ الهيباتايتس والبارفو فيروس عند حضرتك. طب تعال ناخد الاسم مع بعض. بيقول لك ايه؟ in front of you قدام حضرتك بيوصف الكونسنتريشن بتاع راديو اكتيف element in the phage during the attack of bacterial cell. Study carefully and answer. فعاوز يعرف ايه؟ بيقول لك what are the chemical element represented by x and y in the graph. ده بيتكلم جوه الفاج، خلي بالك. فمن الواضح ان جوه الفاج في حاجه لسه موجوده في الفاج، ما هي دي البروتين، وحاجه قلت، ما هو ده دي ان ايه اللي قل. يبقى انا كده مين الاكس؟ اكس ده الراديو اكتيف سلفر، ومين واي؟ الفوسفورس. يبقى اهو سلفر وفوسفورس. طب بيقول لك what can you conclude from this opposite graph؟ ان الماده الوراثيه هي دي ان ايه، عشان هو اللي فيه الراديو اكتيف ايه؟ فوسفورس اللي دخل في مقابل البروتين فضل لبره. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه؟ the opposite diagram represents the structure of a part of a gene. study well and answer. what are the bases 1 و2 و3 و4؟ طب ما سهل، ما هو ده دبل وده A ودي تي وده تريبل ودي جي ودي سي. ليه بقى؟ لان انا عارف البيورين يا ايه يا جي، والبيرميدين يا تي يا سي، بس خلاص. فيبقى عندي A بعد كده جي بعد كده سي بعد كده تي عندي. طيب بيقول لك لو نسبة 4 اللي هي تي ب 40%، سوري 30%، يبقى نسبة البيس نمبر 2 كام؟ طب واحدة واحدة. أنا لما أقول لك إن تي ب 30%، طب يبقى إيه ب 30%؟
انت عايز رقم كام؟ بيز رقم 2 جي. طب ما انا عارف ان مجموع الاي والجي 50%. طب ما خلاص، مش انت بتقول لي واحد من الاثنين 30 يبقى الباقي بتاع ال 50 كام؟ 20. يبقى 20% عندك. اسئله سهله جدا وبسيطه ولذيذه جدا. The opposite diagram shows a process of DNA replication in eukaryotic cell. Study and answer. What are the segments indicated by Y and which enzyme are primarily responsible for formation them? Y ده مين يا صاحبي؟ Y ده اللاجنج. Y ده لاجنج اللي هو الاوكازاكي فراجمنت. طيب مين المسؤول عن تخليقهم؟ خلي بالك عن صناعتهم. طب هو الاول واحد انا كده كده محتاج مين؟ البرايمريز. هحتاج البرايمريز لاني انا محتاج حد يبدا معايا. لازم ابدا. برايمر ده اللي هو البادئ، يعني انت بتبدا اللي هو عند الخمسه. طب ثم يجي مين وراه؟ البوليمريز عندي. طب وات ار ذا كيميكال جروب ات ذا تو اند زد وايه؟ زد واكس. طب واحده واحده. معنى ان انا اخش لجوه، ما هو ده 5 وده 3، ما هو ده الطبيعي اي بوليمريز كده. يبقى دي 3 ودي 5، يبقى اكس 5 اللي هي الفوسفيت. طب عكسها، واحده واحده كمل معايا. يبقى دي 3 ودي 5. حلو قوي. يبقى دي كده هنزل تحت كده 3 5 5 3. طب يبقى زد دي ايه؟ 3 بس خلاص. يبقى زد 3 واكس 5 اهي. دي فوسفيت ودي او اتش عندك. هي دي الفكره، هم كلهم كومبلمنتري بعض. انت لو مسكت ستراند تجيب الباقي، خلي بالك. 34 بيقول لك ايه؟ examine the opposite figure او opposite diagram and answer. What's the symbol indicated by the two fragments that are first joined by the ligase enzyme. عاوز يعرف الرمز بتاع التو فراجمنت اللي اول مره مسكوا مع بعض باللايجيز. طب خلي بالك ان مين الستراند اللي اتعمل الاول؟ سي ثم بي ثم اي. يبقى اول حاجه مسكوا في بعض مين؟ بي وسي باللايجيز. خلي بالك ده كده كده من الواضح انه ايه؟ ليدنج. ده لاجنج. بس خلي بالك انا لاجنج الاول عملت اللي بره، بعد كده فكيت دخلت تاني جوه، بعد كده فكيت دخلت تاني جوه. فبالتالي يبقى انا عندي بي وسي هم دول الصح. طيب what is the nitrogen base in the last nucleotide added to the strand build as a short fragment. يعني انا عايز اخر نيوكليوتايد ممكن added to the strand build as a short fragment. يعني هو بيتكلم في اللاجنج. خلي بالك في اللاجنج ستراند عشان بيقول لك شورت. طب تعالى نبص كده اهو. هو مديك ايه؟ جي سي اي سي تي اهي. يبقى اخر حاجه ما انا همشي كده. همشي ايه؟ 5 3 هلف واركب من جوه لبره. يبقى اخر حاجه اعملها ايه؟ احط ايه؟ هي دي الفكره. ما انا هي اخر حاجه هعملها احط ايه بالنسبه لي. يبقى انا اجابتي ادينين اهي. The opposite diagram illustrates the stages of a budding of a yeast fungus. Study well and answer. Which stage does the replication of yeast genetic material occur and what is the purpose of this process? لما اجي ابص عندك اهي رقم واحد عندي ابتدى يحصل. عايز ايه؟ عايز الريبليكيشن رقم واحد عشان هبتدي يحصل ديفيجن. يبقى ليه؟ تو اوبتين ايه؟ تو ايدنتيكال كابل. عشان طالما الخلايا تتقسم لاثنين يبقى بدل الصباع صباعين. اهي تو اوبتين تو سيلز هاف ذا سيم جينيتيك ايه؟ اماونت. طب وير ذا دي ريبليكيشن بيجين ان ذا ييست انسايد ييست نيوكليوس؟ طبعا بيبقى جوه الايه؟ الكروموسوم في اي مكان عندي. اني بوينت، مش محتاج حاجه معينه لان هو ايو كاريوتيك عند حضرتك. تعال نشوف بقى الدرس الثاني في تشابتر 5 بيقول لك ايه؟ Study the opposite diagram that illustrate a form of DNA. يعني ده بيمثل الشكل من اشكال الدي ان اي. Then deduce which of the following cells could contain the DNA in this form in two different organelle inside the cell. في جزئين جوه الخلية. طيب خلي بالك هو بيتكلم على دي ان اي عندي في يعتبر مكانين مختلفين. خلي بالك ده السيركلر دي ان اي. ده السيركلر دي ان اي اللي هو يعتبر نوت كومباكت او باكد باي ايه؟ هيستون. طيب هو كان موجود فين؟ ممكن نلاقيه مثلا في حاجه زي الكلوروبلاست وحاجه زي الميتوكوندريا. طبعا احنا عارفين ان السيركلر دي ان اي ده يعتبر ايه؟ بروكاريوتيك دي ان اي. طيب ليفر. طب الليفر دي دايما فيها ميتوكوندريا. ريد بلاد سيل برضه مش نافعه.
لان هي برضه بتفتقد. اما البارينكايما تمشي ليه بقى؟ البارينكايما هي بلانت سيل، فكونها بلانت سيل فهتلاقي عند حضرتك فيها اولا الكلوروبلاست وفيها الميتوكوندريا. الشيشة كولاي هي ولا عندها كلوروبلاست، اولا ما فيهاش كلوروبلاست خالص، دي بكتيريا عند حضرتك، فبالنسبه لي يعتبر ما فيهاش الاورجانيلز بتاعتي، يبقى بالتالي هي البلانت سيل الوحيده اللي فيها الاثنين دول عند حضرتك. طيب study the following table which illustrate a characteristic of a certain living organism then deduce. هو عايز ايه؟ From your study which of the following represent organism that can reproduce asexual through budding. خلي بالك asexual budding، يبقى انا عندي حاجه زي مثلا عندي اليست وعندي حاجه زي الهيدرا والسبونج. ماشي. طب اليست كده كده تعتبر ايوكاريوتيك، خلي بالك، وبرده الهيدرا والسبونج ايوكاريوتيك. طب ما هو كده يبقى انا عندي ايه؟ يبقى كده عند حضرتك لما نيجي نبص بالنسبه لي هيتيروتروفيك تمشي، اوتوتروفيك ما تمشيش، هيتيرو يمشي. ليه بقى؟ لان هما الاثنين يعتبروا هيتيروتروفيك، لان هما بيعتمدوا على الاخرين في اكلهم. طيب تعالوا نبص بقى بطريقه ثانيه. طب هيتيروتروفيك بالنسبه لي في كروموسوم في بروكاريوتيك دي ان اي مفيش بلازميد، هيتيروتروفيك في كروموسوم في بروكاريوتيك في بلازميد، هيتيروتروفيك ما فيهوش كروموسوم، لا دي ما تنفعش كده. يبقى كده بص انا شطبت على ده، لو هنيجي نتكلم عليه انا شطبت كده دي وكمان شطبت دي. ليه بقى؟ لان كده هو بيتكلم في بكتيريا، فبقى لي بي وايه؟ عندي بي وسي. انا اسف، دي شطبت دي وشطبت دي. ليه؟ كده بقى لي A وC. طب تعالى نفكر بقى واحده واحده. انا اليست فيها ايه؟ فيها الكروموسوم، ماشي، وفيها كده كده بلازميد. طب ما ده يبقى اجابه صح اهو، ادي كروموسوم وادي بلازميد وفيها ميتوكوندريا كمان، يبقى دي كده ده اليست. طيب طب الهايدرا فيها كروموسوم، ماشي، وفيها ميتوكوندريا ما فيهاش بلازميد، يبقى دي برضو تنفع، دي كده زي الهايدرا او السبونج. يبقى انا كده اجابتي A و C مع بعض. هو اوريدي اصلا اتجابت من الاول، لان انت اوريدي رفضت البي ورفضت الدي، لان البي اوتوتروفيك فما ينفعش يبقى نبات، والدي رفضتها لان هي ما فيهاش كروموسوم والاثنين فيهم كروموسوم عادي. Which of the following organism انا اسف contain DNA and protein but don't contain ribosomes. يعني مين في الاورجانيزمز ديت فيها دي ان اي وبروتين ولكن ما فيهاش رايبوسوم؟ ركز في الحته دي. طب الاشيشيا كولاي اكيد فيها رايبوسوم، اليست فيها رايبوسوم عندي. الايدز ده مش دي ان اي، ده ار ان اي. الايدز خلي بالك ده ار ان اي مش دي ان اي. فيبقى مين؟ البكتيريوفاج. طبعا ليه؟ اي فيروس احنا عارفين بيبقى بروتين كود بالشكل ده وجواه قطعه نيوكليك اسيد. طبعا البكتيريوفاج قطعه النيوكليك اسيد بتكون مين؟ الدي ان اي. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه عندي. The opposite diagram shows the structure of a plant cell. Study it carefully and deduce which of the illustrated structure contain DNA condensed by histone. خلي بالك متكثف عليها ستون، يعني دي ان ايه عندك جواه ستون. طب يعني كروموسوم. طيب فين يا باشا كروموسوم؟ في النيوكليس، يبقى اكس، يبقى اكس عندي. ليه؟ ما ينفعش ولا واي ولا زد ولا ال، ده اورجانيل وسيتوبلازم فما ينفعنيش. Which of the following accurately describe the repetitive DNA in the cells of the living organism؟ هو بيتكلم على ايه؟ الريبيتيتيف المتكرر. طبعا عارف في ريبيتيتيف كودينج وفي ريبيتيتيف نون كودينج، ان السيكونس بيتكرر يا الهدف معين يا اما بلا هدف. تعال نشوف. segment of DNA of a single copy من غير ما اكمل، لا هي مش نسخه واحده. طب هي عباره عن hundreds of copy not transcripted او translated to protein، لا. طب ما الهيستون بيترجم، يبقى ما ينفعش. طيب region of DNA with multiple copy، نسخ كتيره found in a single cell، لا موجود في كل الخلايا او معظم الخلايا، لان برضه في ريد بلاد سيل ما فيهاش نيوكليس. يبقى هي الاجابه دي الصح، ان دي ان with multiple copies found in most of the cells in organism body
هي دي الاجابه الصح. طبعا هيقول لك موست ليه؟ ان في خلايا زي الريد بلاد سيل ما فيهاش نيوكليس، فبالتالي مش كله فيه الدي ان اي. طيب 6. The opposite figure represents 3 consecutive chromosomes in the human ايه؟ karyotype. Study it and answer. Which of the following represent a similarity among these chromosomes؟ عايز التشابه بين الكروموسومات دي. من الواضح ان حجم كل واحد بيختلف عن التاني. معنى كده ان هما different في الكاريوتايب. يعني ده رقم مثلا 1 2 3 وهكذا. طيب هل عدد النيوكليوسوم؟ اكيد بيختلف. لان كميه الدي ان ايه او طول الدي ان ايه مختلف، وعدد الجينز يبقى برضه تايب اوف جينز مختلف. عدد النيوكليات مختلف، ما كل ده مختلف خلي بالك. لكن بص بقى دي الريشيو ما بين البيورين والبيرميدين ثابته طبعا 1 لواحد. اي دي ان مولكيول الطبيعي ان ايه؟ 50 50. عندي دي ان فيها بيورين قدام بيراميدين، فاوريدي كلهم بيتبعوا قانون واتسون وكريك اللي هو نسبه الاي قد التي والجي قد السي. The following represent a repetitive DNA sequence with a known function that result in increasing ribosomal activity. خلي بالك يعني هو عايز حاجه repetitive ليها وظيفه معروفه بتؤدي الى زياده نشاط الريبوسوم. طيب الجين اللي بتعمل هيستون، طب ما دي صح. وخلي بالك دي ريبيتيتيف عند حضرتك ليها وظيفه معروفه ان انت بتنتج كميه مهوله من الهيستون بروتين، فدي اجابه صح. ريبيتيتيف كودينج، ما دي معناها ان هو ليه ترجمه ونسخ. طيب سيكونس ميك اب تيرمينال بالعكس دي نون كودينج اللي هو الساتلايت. طب جين ذا بروديوس انسولين، لا ده بيبقى نسخه واحده، يا اكتف في الانسولين في البيتا يا اما ان اكتف في الباقي. جين بروديوس بوليميريز انزيم، طب هو خلي بالك الجين ده ما يعتبرش بيتكرر، خلي بالك لان هو بالنسبه لي بيعتبر كانزيم ثابت. يعني مثلا لو هنتكلم في زياده، لا هو ده بيبقى في منه نوع دي ان ايه بوليميريز، في ار ان اي بوليميريز مش بكميه كبيره. The opposite table presents the result of a cellular chemical analysis experiment on various living organisms. Study it well and answer. What are the living organisms represented by X, Y و Z و L respectively؟ طيب هو بيقول لك هنا فيها بلازميد وفيها نيوكليوسوم. النيوكليوسوم ده يا باشا يبقى هو كده فيه كروموسوم، يبقى ده ايوكاريوتيك، واكيد اكيد هو اليست. يبقى دي صح ودي صح. اميبا بره اللعبه، بكتيريوفاج بره اللعبه. طب هنا بيقول لك فيها بقى بلازميد وما فيهاش كروموسوم، يبقى دي بروكاريوتيك بكتيريا وانا مغمض. بس يبقى هي دي كده الاجابه الصح من غير ما اكمل. هي دي الاجابه الصح. ليه؟ ما هي بالسيست الاستبعاد اهي، ما هو ليست فانجس، بعد كده الشيشة كولاي بكتيريا، بعد كده حاجه فيها كروموسوم بس اميبا ماشي، حاجه ما فيهاش اصلا ولا بلازميد ولا كروموسوم يعني قطع ديني بس زي البكتيريوفاج. Study the following figure and answer. Which of the following nucleic acid molecule has a number of nucleotide equal to the number of covalent bond between them؟ باشا انت عايز حاجه لازم تكون سيركلر. ديني هتقول لي اشمعنى؟ اقول لك واحده واحده. لو كنا بنتكلم على حاجه زي الكروموسوم او الدي ان اللي في الايوكاريوتيك، فانا عندي طرف 5 وطرف 3، فلو جيت عديت عدد البوند كنا دايما بنلاقي في فرق. في فرق طبعا في فرق واحد. يعني مثلا لو تخيلت معايا ان انا عندي 4 نيوكليوتايدز او اكس واي زد ال، لو اكس مش ماسكه في ال فدي ربط، الثانيه الثالثه. شوف يبقى انا كده ايه؟ عدد النيوكليوتايد 4، البوند اللي بينهم 3. لكن لو انا قلت لك اكس ماسكه في ال يبقى كده ايه؟ شوف العدد ثابت. شوف بقى العدد ايه؟ 4 4. يبقى انا عايز حاجه سيركلر. طب ما ال سيركلر واكس برضو سيركلر، لان الميتوكوندريا يبقى فيها ايه؟ البروكاريوتيك دي ان ايه اللي هو السيركلر، وده كده كده يعتبر برضو سيركلر زي البلازميد. يبقى ال واكس عندي. The opposite graph represents the ratio between the amount of DNA and the amount of protein produced by 4 cells of different living organisms. Which of them represents the Escherichia coli and the salamander؟ طب Escherichia coli ده بروكاريوتيك. احنا عارفين في البروكاريوتيك ان نسبة ايه؟ نسبة زي ما اتفقنا الكودينج عالية جدا.
يعني كميه الدي ان ايه عند حضرتك بتخلق كميه كبيره قدامها من البروتين، قليل قوي النون كودنج، موست اوف ذيم كودنج. طيب اما السلمندر فهو شمال كبير على الفاضي، في كميه مهوله في الايه نون كودنج، يعني البروتين بتاعه قليل عندي. طيب يبقى لو هبص على الدي ان ايه قدام البروتين، انا عايز في الايه الشيشه كولاي يكون فرق بينهم حاجه صغيره قوي اهي. بص كده، دي تنفع، دي كده الشيشه كولاي. طب في السلمندر انا عايز بقى الفرق بينهم كبير قوي. بص كده، بص المنظر دي كبير قوي على الفاضي، بس في الاخر شمال. بص البروتين قليل، يبقى ايه وسي عند حضرتك. هي دي الفكره، انا عايز كده حاجه فيها دي كبير قوي، بس في الاخر تلات ارباعه مش شغال. Based on your study in the opposite figure, which of the indicated region represents the promoter. بروموتر خلي بالك ده نون كودنج، دي حته كل دورها بس بتوري لك فين يركب الار ان اي بوليمريز. خلي بالك انا ما عنديش هيليكيز ولا برايمريز ولا الكلام ده، فانا عندي الار ان اي بوليمريز هو اللي بيقوم بالليله، هو اللي بيحدد اتجاه عمليه النسخ اللي هي ترانسكريبشن. يعني هو اني جين هيمسك فيه، اني ستراند يمسك فيه. ما انا عندي تمبلت واحد عشان اطلع ام ار ان اي واحد، خلي بالك من الحته دي. فانا كان دايما عندي تو ستراندز، واحد من 5 ل 3، واحد من 3 ل5، كنا دايما نقول كده. فانا ك ار ان اي بوليمريز او ميرنا بوليمريز امسك في اني واحد؟ ما انا ما عنديش ولا هيليكيز ولا برايمريز، فكنت بعمل ايه يا صاحبي؟ ايوه كنت بدور على البرو موتور واتك عليه عند الثلاثه، فكنت على هذا الاساس ببدا. هي دي الفكره. فكان دايما عندك واحد تبلت والتاني ايه كومبلمنت، فهي انا هدور على النون كودنج اللي هي اكيد طبعا ده يعتبر بالنسبه لنا الساتلايت بروتين، فده فك الساتلايت دي مش عايزه، فانا عايز نون كودنج اللي هو مين؟ زد عن حضرتك. يبقى هي زد بالنسبه لي only. طيب which of the following genes are in same in both prokaryotic و eukaryotic؟ خلي نفس الجين اللي نحطه في البكتيريا ممكن نحطه في الانسان. ايه ده؟ ده ايه ده بقى؟ هل ميرنا بوليمريز اصلا ده في الايوكاريوتيك بس، لان البروكاريوتيك هو كان بوليمريز واحد بيشيل ميرنا وترنا وريرنا. ترنا بوليمريز برضه ده موجود في الايو بس. ميرنا مختلف لان ميرنا ده بتاع البروتين اصلا، فكل بروتين بيختلف عن التاني من خلايا خلايا، لكن كل انواع ترنا ثابته لان هم بيمسكوا في نفس ال 20 امينو اسيد. فهتفرق في ايه يا دكتور؟ ما هم نفس ال 20 امينو اسيد، نفس الجيناتيك كود، ثابته يونيفرسال. فبالتالي يبقى معنى كده الجين اللي بيخلق ترنا عندك بيصنع ترنا، سلسله ترنا عند البكتيريا هو عند الانسان نفس الجيناتيك كود، نفس الانتي كودونز عندي، لان هم ال 20 امينو اسيد ثابتين. Which of the following shape represents the form of the nucleic acid resulting from its binding to structure non-histone؟ هو النون هيستون ده كان لما بيمسك بيعمل ايه؟ فاكر الشكل الايه؟ السباتشوال شيب او سباتشوال اورجانيزيشن او كروماتين. يبقى هو ده، لانه كان بيعمل ايه؟ لارج لوبس، لفات كبيره. ده الكوندنسد نيوكليوسوم او السترينج، ده نيوكليوسوم، ده دي ان ايه. كل الحاجات دي في الهيستون مش النون هيستون. The opposite figure illustrates a microscopic image of genetic material during one of its condensation stage in the nucleus. Study well and answer. What is the type of the protein responsible for appearance the genetic material as shown in the figure؟ واخد بالك ده ايه؟ ده نيوكليوسومز. واخد بالك من المنظر ان انا الدي ان بتاعي لافف حوالين عقد النيوكليوسومات او يعتبر هيستون، يبقى ده هيستون اونلي فقط. Study the opposite figures and determine which hormone responsible for stimulating X. هو بيعمل ميرنا، وميرنا مسؤولة عن ايه؟ صناعة البروتين، عملية ترانسليشن. فمين اللي بيعمل بروتين؟ فاكر الجروث هرمون؟ انه بيعمل حاجة اسمها البروتين سينسز. هي دي مالهاش علاقة بالدي ان اي نفسه، هي لها علاقة بالهرمونز. لكن طبعا الاكسيتوسين ده بيريليز الميلك، جلوكاكون ده بيخرج سكر، ادرينالين بيكسر سكر، لكن مفيش حاجة عملت بروتين سينسز. هي الفكرة في كده، صنع بروتين. Study the opposite figures and deduce which of the following cases its completion doesn't require the DNA transformation from one to B. واخد بالك هو بيعمل unpacking، بيفك. ما هو معنى بيفك يا دكتور يبقى في انزيمز هتركب، في انزيمز بتركب. خلي بالك من الحته دي، معنى ان في unpacking ان انا بفك،
يبقى معنى كده ان في انزيمز هتركب. ان كان هعمل عمليه مثلا ريبليكيشن زي الهيليكيز مثلا، او ان كان عندك اي انزيم بوجه عام بوليميريز والحاجات دي. فتعال نقرا ترانسفورميشن زيجوسبور تو ا نيو فيلمنت. طب ما دي كده هيحصل فيها مايوزز، فبالتالي كده سيل ديفيجن، يبقى محتاج ريبليكيشن، يبقى محتاج يفك. طب سيلولار كولوني اوف ييست، طب ما دي ميتوزز، برضه محتاج يفك عشان الكيز يركب. او كاينيت تو او سيست، طب ما دي برضه مايوزز، محتاج برضه ريبليكيشن. طالما دي يبقى في دي، طالما ديفيجن يبقى في دوبليكيشن. لكن بص بقى دي ترانسفورميشن سبرماتيد تو سبرم، ده كان تحول الميتامورفوزز. فانا بالنسبه لي مفيش اي ديفيجن حصل، يبقى مفيش ريبليكيشن، يبقى مش محتاج افك. مش مفيش انزيمز محتاجها من الاخر يعني ايه تمسك، بالعكس ده انا هروح بالماده الوراثيه واحركها واخليها تبقى يعني بالنسبه لي السبرماتيد بدل ما موبايل يبقى موبايل سبرم. لكن انا ما عملتش اي عمليه او اي وظيفه عندي جوه الدي ان اي. سيكل انيميا is a hereditary disorder caused by changing the gene into a recessive state which result in the red blood cell to become curved and unable to carry oxygen. So the patient die. In light of this, what is the mutation؟ هو بيلعب على جين واحد شكل كرات الدم الحمراء، يبقى هو genetic mutation لان هو خلاه من dominant لايه؟ لrecessive، وهو اللي اوريدي قال الكلام ده. On front of you 4 segments of a DNA molecule. In each segment, the damaged nucleotide are shown. Which segment doesn't result in a change in the structure of the protein produced by translation process. يعني أي segment من دول مش هينتج عن تغير في تركيب البروتين عند حضرتك في عملية الترجمة. فتعالى كده واحدة واحدة وبالراحة وتاتا تاتا. بص يا دكتور، انا دلوقتي عندي بيقول لك دي النون كودينج. النون كودينج لو حصل فيها اي حاجه مش هتاثر، لكن في الكودينج هي دي المشكله. فتعال نشوف كده. بص هنا، بص بقى هنا حصل ايه؟ اتنين اتغيروا في نفس الوقت في الكودينج. طب ما دي مشكله. نفس الكلام برضو هنا، نفس الكلام هنا. طب ما دي كارثه، يبقى كده في ميوتيشن. طب هنا بص حصل تغير هنا في الكودينج، الاتنين اللي قدام بعض. طب ما كده عمل برضو ايه؟ ميوتيشن. نفس الكلام هنا، اتنين اتغيروا في وش بعض برضو في الكودينج. ما هي المشكله في كده، لو التو بيزز اللي يعتبر اوبوزيت تو ايتش اذر اتغيروا في نفس الوقت في نفس اللحظه، فبالتالي ممكن يحصل ميوتيشن. لكن تعالى هنا بقى، بص انا هلعب في النون ايه؟ كودينج اهو، عادي حتى لو باظوا مش هيأثروا. المهم ان انا عندي، بص بقى هنا غيرت فرده واحده بس قدامها دي مظبوطه، غيرت دي بس اللي قدامها مظبوطه، غيرت دي بس اللي قدامها مظبوطه، يبقى هي دي الاجابه الصح. ليه؟ لان انا غيرت فرده من الفردتين، فالتانيه لسه متحافظ عليها، فهيفضل الكودينج سليم عندي. تعال نشوف بقى مع بعض سؤال رقم 19. بيقول لك ايه؟ The opposite image illustrate a change occur in a bee plant flower. Study it carefully then deduce which of the following statement best describes the change shown in this image. طب تعال نشوف ايه الصوره دي اصلا. هو بيقول لك ان دي النيوكليس بتاعت السبور ماذر سيل. طب انا عارف ان السبور ماذر سيل بتكون 2N، ودي ميل نيوكليس ماشي اللي هي اوريدي ان، لان هو بيتكلم على الجميل. طيب تعالى كده نشوف ونعد. 1 2 3 4 5 6 7، يعني الان هنا بكام؟ ب7. تعال نشوف الناحيه الثانيه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. طب ما هو لو جينا بصينا على الرقمين، طب ما الارقام مظبوطه. ما هنا 14 ونصها هنا كام؟ 7. هتقولي بس يا دكتور مين، انا شايف ان انت السبور ماذر سيل كل كروموسوم دوبليكيتد. اقول لك ما ده طبيعي يا حبيبي، لان انت هتعمل مايوزس دي بيفور دي، ما هو لازم يحصل دوبليكيت قبل ما يحصل ديفيجن، فبالتالي هيحصل تضاعف، بالتالي تنتج بقى 4 خلايا، كل خليه شايله ان. طب ما كده يبقى الكلام كله صح. ان انا شايف ان حصل، انا عندي السبور ماذر سيل فيها 14 كروموسوم،
رقم زوجي 2n، ادتني خليه من نيوكليوس بان اللي هي النص ال 14 اللي هم السبعه. فبالتالي لما اجي ابص يعني كل حاجه مظبوطه، مفيش اي حاجه غلط. الصوره كلها بتقول ان انت عملت مايوزس، بس انت عملت دوبليكيشن، ده طبيعي قبل ما تعمل مايوزس. فتعال نقرا. هل هو بيقول لك هنا هو ميوتيشن ادى الى دبل ذا كروموسوم نمبر ان ذا ميل جميل؟ بالعكس، ده هو عمل ريديوس للهاف. طب ميوتيشن ليد تو اديشن 1 كروموسوم ان ذا نيوكليس؟ بالعكس، هم هنا 7، يعني هو العدد النص الطبيعي. طب الامبريو اللي طلع هيبقى ضاي، طب ليه هيموت؟ ما هو 7 و7 يرجعوا تاني يبقوا 14. ولا انت شايف مفيش ميوتيشن حصلت وكده كده الميل جميل شايل النص الطبيعي بتاعه؟ طب ما دي صح. انا شايف ان العدد طبيعي جدا، ان هو شايل النص ال 14 اللي هو السبعه دي. السؤال اللي بعده بيقول لك the opposite figure illustrate a sequence of a gene in one of the chromosomes, study them and answer which of the following shape represent a mutation. يعني هو عايز طفره ولكن doesn't result in the change of the structure of chromosome. يعني ما غيرتش في تركيب الكروموسومات، يعني ولا في عدد الجينات ولا في ترتيب الجينات. خلي بالك هو كاتب لك هنا A B C D E F G H I J K L M N. طب تعال نبص هنا A B C، ايه ده؟ ده شال، واخد بالك، شال الدي والاي والاف. طب ما كده يبقى عمل ايه؟ ريموفال، شال جينز. طب ما كده يبقى هو غير في الاستراكشر، يبقى دي مش نافعه. طب هنا A B C D، ده قلب، عمل انفرجن، قلب يا دكتور ترتيبها. طب ما كده برضو تشينج في الاستراكشر من غير اماكن الجينات. طب هنا A B C D E F G H I J K L M N، هو اصلا هنا مفيش ميوتيشن بوجه عام لان نفس الترتيب الاصلي. بص بقى هنا A B C D small، يعني هو حوله الريسيسيف جين بس مكانه صح. طب ما هي كده تبقى جيناتيك ميوتيشن، هو كده في ميوتيشن بس مش كروموسومال، مش كروموسومال. يبقى هي دي الاجابه الصحيحه، اصلا مش كروموسوم. هو مفيش حاجه حصلت في تركيب الكروموسومات، هو حصل تركيب الجين نفسه اتحول من دومينانت لريسيسيف، يبقى انت غيرت في النيوكليوتايد عندك في ميوتيشن بس مش كروموسومال عندي. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه the opposite diagram illustrate a change during the process of identical replication in a part of a gene, study well and answer this change is ايه. طب تعال نشوف الاول ATC CGC، واخد بالك من الحته دي؟ ايه ده؟ ده في هنا حاجه ناقصه، في سي هنا مش موجوده، لان بعد كده بص اهو جي سي موجود، ATC ATC TT AT موجودين. يعني هو كده عمل ايه؟ ديبليشن، شال او ديليشن، شال نيوكليوتايد في حرف مش موجود او نيوكليوتايد مش موجود. يبقى انا شايف ايه اللي تشينج؟ انسيرشن، انا ما حطيتش حاجه ولا بدلت، امال انا شلت نيوكليوتايد عندي. What is the result of rotating both chromatid 180 degree in the human cell؟ يعني انا عندي الصباعين قلبتهم 180. طب تعالى نتخيلها، انا دلوقتي لو عندي A B C D والناحيه الثانيه برضو A B C D، الاثنين اتقلبوا 180. طب ما لما يتقلبوا 180 يبقوا ايه؟ ها دي صح، سي بي اي، دي سي بي اي. طب ما هي مفيش اي حاجه حصلت، مفيش اي ميوتيشن. ما هو بص يا دكتور، الاي قدامها اي، البي قدامها بي، السي قدامها سي، الدي قدامها دي، ونفس الكلام هنا. فانا ما غيرتش اماكن، يبقى انا ما عنديش ميوتيشن عادي. يعني اللي فوق بقى تحت، بس الاثنين بقوا نفس الوضعيه. طب ما هو نفس الجين بيقابل نفس الجين، يبقى الاثنين ايه؟ في نفس اماكنهم. ما غيرتش، ما حطيتش مثلا دي قدامها بي او بي قدامها ايه. عارف امتى كانت تبقى صح؟ لو قال لك انا ال 180 دي في واحد من الاثنين، فبكده الجينات مش مقابله بعض، مش في الاماكن الصح بتاعتها. يبقى انا دلوقتي لما اجي ابص، حصل جيناتيك ميوتيشن؟ لا. ستراكشر كروموسومال؟ لا. نيوميريكال؟ انا ما فيش حاجه، ولا اني بلودي ولا بولي بلودي، هو نفس الكروموسوم. يبقى نو ميوتيشن اوكور. انا مش شايف ان في ميوتيشن حصلت اصلا، لان هو الوضعيه بتاعت الجين مقابلين لبعض صح.
بيقول لك which of the shown tomato fruit is exposed to a mustard gas. احنا عارفين الماسترد والكوليشيسين ده بيعمل induced mutation، بيموت السيلز اللي هي على الجروم تيب اللي على السيرفيس اللي بيدرمس، وبيساعد انه يعمل ايه؟ بيخلي الخلايا اللي تحت يحصل لها عمليه دوبليكيشن من غير ديفيجن، فعدد الكروموسوم بيتضاعف، وده لان السبندل فايبرز ما بتقدرش تقسم الكروموسومات، فبيحصل تضاعف، فبدل الصباع بيبقى صباعين بس ما بينفصلوش، فبالتالي انت بتخلق نسخ كتيره لنفس الجين في نفس الاماكن. ولكن خلي بالك هو بيقول لك عايز لها ايه؟ انهيرت، يعني لازم تبقى ترو او their differ traits genetically to other plant. طب انا هختار بي ليه بقى؟ لان فيها سيدز حجم اكبر، هو معنى ان الفاكهه كبرت في الحجم يعني معنى كده الجين بقى فيه اكتر من نسخه، فعمل expressed more obviously، بقى اوضح، حجم لها اكبر، بقت more sweeter. لكن انا دي مفيش سيد، فهي كده هتتنقل ازاي؟ مش هعرف ازرعها، وسي وايه حجمهم صغير اصلا. Which of the following tissues the genetic mutation cannot occur in it؟ يعني مين في دول ما ينفعش يحصل فيه ميوتيشن؟ متخيل ما ينفعش؟ مش حاجه اسمها ما ينفعش، لازم يحصل ميوتيشن حتى لو كده كده الدبل ستراند موجود. بس معنى كده ان هي ايه؟ ميته، سكالرينكايما، فهي ميته اصلا، فكونها ديد فهي اصلا ما فيهاش ولا دي ان اي ولا نيوكليوس، فانت هي ميته هتعدل فيها ايه؟ ما هي ميته ما فيهاش دي ان اي ولا نيوكليوس. لكن الكولينكايما، بارينكايما، ابيديرمس فيها نيوكليوس، فيها دي ان اي، فممكن يحصل لها ميوتيشن. Based on your study in the opposite figure, if a mutation occur in structure X، هو مين X ده يا دكتور؟ ده الاكسل اللي بعد كده هتحصل لها fertilization وتبقى زيجوت، اللي هو التوين اللي بعد كده هتديني السبوروفايت. تعال نشوف بقى، هو بيقول لك ايه؟ انا عندي في ميوتيشن حصلت في اكس، يعني الاكس دي حصل لها ميوتيشن، فعاوز يعرف النمبر اللي على اساسه هينهرت الميوتيشن دي، السبوروفايت او اليانج سبوروفايت اللي هو رقم كام وكام؟ 1 و2. طب 3 ليه ما ينفعش؟ حبيبي 3 ده الجاميتوفايت، انت مالك بيه؟ ده كيان وده كيان، ده ان وده تو ان، يبقى بالتالي 1 و2 بس اللي هم اليانج سبوروفايت. Which of the following graph illustrates the effect of adding colchicine on the number of chromosomal set in a newly formed growing tips؟ يعني بيقول لك اي من الجرافات الاتيه بتشرح تاثير اضافه الكوليشيسين على عدد الكروموسومات في جرونج تيب. اولا جرونج تيب دي بتبقى سوماتيك، يعني اوريدي بتبقى 2 ان. طب ايه اللي حصل؟ حصل لها دوبليكيشن للنمبر اوف كروموسومز، زي ما قلت لك الكروموسوم بتاعك بيكون معاه عند حضرتك بدل صباع بيبقى صباعين، بس المفروض ان هو يتقسم من 2 وينفصل على خليتين، لا بيحتفظ بالفردتين في نفس الخليه، فبالتالي بقى عندك عدد اكبر من الكروموسومات. هي الفكره في كده، ان المفروض ان انت الكروموسوم ابو صباع واحد بقى دلوقتي صباعين، والصباعين دول المفروض ينفصلوا ويحصل سيل ديفيجن، لا ما حصلش يا باشا، فمعاك صباعين، فمعاك نسختين، يعني ال 2 ان بقت ايه؟ 4 ان، حصل تضاعف. طب هنا قال لي ما ينفعش، هنا مفيش حاجه اسمها ان بقت 4 ان ولا حتى ان، هي مش جميت يا صاحبي، خلي بالك هي مش جميت عندي. 27 in the primary oocyte a failure، خلي بالك in the 23rd chromosome pair to segregate in the first meiotic division. يعني ايه؟ يعني الزوج رقم 23 ما انفصلش، ده بتاع مين؟ ده oocyte، يعني الاكس اكس ال6 كروموسوم، ما هو الزوج رقم عندي 23 ده اللي هو اكس اكس ما انفصلش، المفروض ينفصل اكس هنا واكس هنا. طب فبيقول لك the outcome shown in the opposite table، وخد بالك بقى حتى هو بيوضحها لك، بيقول لك السكندري اوسايت فيها 48 دي ان، اما الفورست بولار بادي فيها 44. واحده واحده، هو ايه الطبيعي بتاعنا؟ الطبيعي بتاعنا ان البرايمري اوسايت كان فيها 46 كروموسوم، يحصل له دوبليكيت ب 92 دي ان مولكيول عشان ينفصل عدد الكروموسومات للسكندري اوسايت والفيرست بولر. طبعا السكندري اوسايت المفروض يبقى فيها كام؟ هيبقى فيها 23 كروموسوم يتمثل في 46 دي ان مولكيول، لان كل كروموسوم فيه صباعين، وهنا برضه 23 كروموسوم
ب 46 دي نيمولك. بس بص بقى اللي عندك ده 48 و44، يعني في فردتين في السكند اوسايت. الفردتين يمثلوا ايه؟ كروموسوم واحد، ما هو صباعين بكروموسوم واحد. يعني ايه؟ يعني انت السكند اوسايت دلوقتي بقت فيها كام؟ زاد عليها كروموسوم، يعني هي بقت 44، او انا اسف، هي عباره عن 22 ومعاها اكس اكس. هي دي الفكره، هو ده اللي حصل، ان بدل ما تبقى 23 بقت 24. وهنا لا، الفيرست بولار بادي بقى 22 بلس 0. هو ده اللي حصل. فانا عندي 22 كروموسوم فيه صباعين يعني 44. هنا 24 بصباعين يبقى 48. يبقى هنا في مشكله حصلت اهي، ان انت ما فصلتش السكس كروموسوم. هو ده اللي حصل اهو. انا فهمتها لك. المفروض السكند روسايت يبقى كام؟ 46 ب 23 كروموسوم، اللي هي المفروض تبقى 22 زائد اكس، وهنا برضو 22 زائد اكس. لا، انت زودت فردتين بكروموسوم واحد. فبيقول لك if the resulting ova fertilized مع النورمال سبيرم فالريزلتنج individual would be ايه؟ طب ما واحده واحده، انت دلوقتي 22 اكس صح؟ هتقابل سبيرم، فكده في اكس زياده. طب دي مين؟ نورمال ميل مستحيل، نورمال فيميل ترنر ده اكس زيرو، ده ناقصه. يبقى كلين فلتر. ليه بقى؟ لان كلين فلتر بيبقى 44 اكس اكس واي، فالاكس زياده اهي اللي انت بتتكلم عنها. ما في اكس زياده ودي حاجه مش طبيعيه. انت عندك في 22 بدل اكس 22 اكس اكس، انت مزود قطعتين دي ان ايه؟ انك واخد كل كروموسومات الجنسيه. Study the figure in front of you then conclude what is the type of the mutation occur and lead to this change. واخد بالك هو عمل ايه؟ inversion اللي هي ال 180. طب ما ده كده structure كروموسوم، انت غيرت اماكن الجينات في نفس الكروموسوم. طبعا سوماتيك انا ما اعرفش، هو ما قالش ان هي true او false عندي، بس هي كروموسوم. which of the following could have a non-lethal polyploidy. يعني ممكن يبقى عندك عادي 2 n 3 n، ما ينفعش يبقى سبرم لان ما ينفعش يبقى 3 n. لكن ينفع 2 و3 ليه؟ ما هو ناجح جدا في الهرمافرودايت المخنث اللي كده كده ما يفرقش معاه البالانس بتاع السكس كروموسوم. يعني حطيت اكس اكس واي واي مش فارقه، اصل هو حامل الجنسين فمش فارقه معاه. الحاجات الهرمافرودايت زي النباتات، زي اللي يعتبر البريماتيف انيمال، هي دي الفكره. الانفرتبريتس يبقى 2 و3 ينفعوا عندي. 30 بيقول لك here is a normal sequence of a gene. Study and answer which of the figure represent a gene being exposed to mutation by addition. خلي بالك هو عايز تضيف. طب تعال نبص. تي تي ماشي، A جي سي جي تي، ايه ده؟ ادي في تي زياده. A سي. بص السيكونس كله صح، هتقولي بس في ناقص حاجه. ماشي، ما هو في ترحيله حصلت اهي، ان هو هنا عمل ايه؟ اد، فرحل معايا نيوكليوتايد. تعال نبص على التاني. تي تي اي جي سي تي اي. بص كده تلاقي في حاجه حصلت غريبه. هنا في ايه؟ تي. خدت لي بالك من الحته دي؟ ده في هنا حاجه اتشالت. واخد بالك من الحته دي؟ تاني اي تي تي اي جي سي جي، في هنا حصل ريموف ديليشن. اللي بعد كده ايه؟ بص تي اي سي جي، انت شلت التي اللي هنا، انا شلت هنا الجي اللي بين السي والتي. طب هنا عندك بص بقى تي 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 جي ده هنا المفروض كان في ايه، يبقى انا عملت سبستيتيوشن. خدت لي بالك؟ طب هنا تي تي اي جي سي جي تي اي سي جي، ده هنا كله اصلا زي بعض. يبقى الاجابه الوحيده هي ايه؟ هي الاجابه الصحيحه عندي. تعال نشوف الاس بيقول لك ايه. In front of you a figure illustrates the structure of plant leaf. Study and answer. طب واحده واحده بس، انت عارف ايه الصوره دي؟ اللي فوق ده الابيديرمس، اللي تحت ده الباليسيد، المعلومات دي المفروض عندك من تانية ثانوي. ده السبونج، ده الزايلم. تعال نشوف بقى انت عايز مني ايه. عاوز اني
indicated cells فيها اكبر عدد من الدي ان اي مولكيولز. انا هختار الباليسيد. هتقولي اشمعنى؟ لان فيها اكبر عدد من الكلوروبلاست، وانا عارف ان الكلوروبلاست فيها السيركلر دي ان اي او بروكاريوتيك دي ان اي، فهي معنى كده ان عندها كلوروبلاست كتير، يعني عندها كميه دي ان اي كتير بغض النظر عن الميتوكوندريا اللي موجوده عندها وكمان النيوكليوس عندي. يبقى الاجابه هتكون واي عند حضرتك. طب عايز السيل اللي unaffected by mutagenic substance، يعني ما يحصلهاش ميوتيشن. هو ممكن في خلايا تحصل لها كده؟ ايوه بالظبط. ليه؟ لانها ميته، فاوريدي ولا فيها نيوكليوس ولا فيها دي. طب 32 واحد ده طبعا الدي ان ايه، 2 ده النيوكليوسوم، ده السترنج بتاع النيوكليوسوم، طبعا ده اللي هو يعتبر بالنسبه لي الكروماتين، وده الكروموسوم. هو عايز ايه منك؟ عاوز يعرف انهي مرحله دور الهستون واضح بس فيها، طبعا رقم 2 لما انت عملت باكينج للنيوكليوسوم. طب انهي مرحله ممكن البوليمريز يشتغل الحته اللي فيها لسه الدي ان ما حصلوش ايه باكينج، لسه الجينات مكشوفه. ان كنت في رقم 1 او حتى على الاقل في رقم 2، لان في بعض الجينات مكشوفه، يبقى 1 و2 عندي. طب in front of you two forms of genetic material in unicellular organism that reproduce by budding. باشا وانا مغمض دي خميره، طالما فيها كروموسوم وبلازميد، يعني البروكاريوتيك والايكاريوتيك مجتمعين مع بعض، يبقى ده ليست الاكسبشن. طب ممكن نلاقيها فين؟ طبعا الكروموسوم في النيوكليوس لان هي ايكاريوتيك، والبلازميد في السيتوبلازم. The opposite figure show a blood sample، عين الدم of individual with Turner. استنى، ترنر ده كان كام؟ 45 كروموسوم. اشمعنى 44 واكس 0؟ تعال نشوف كده مع بعض. How many chromosomes present in this sample؟ بص الريد بلاد سيلز ما تتحسبش ان ما فيهاش، ولا البليتلتس، فادي 1 2 3 4 5 6 6 واي بلاد سيل ب 6 نيوكليس، يبقى 6 في 45 ب 270. كم واي؟ لسه بقول لك اكس 0، يعني الواي 0 عندك، عشان كده اسمها ترنر، هي بنت لان اختفاء الواي يخليها بنت. 35 بيقول لك examine the following diagram illustrate a mutation in the mother germ cell. استنى، يعني دي true عشان فيها جميد. ما هو طالما mother cells او mother germ cells او primer germ cells، يبقى دي معنى كده تبقى ايه؟ جميد. واخد بالك هو حاطط لك ايه؟ يو اي مكانها جي سي، واخد بالك اللي هو عندك مشكله مع الفالين والالانين، فعايز يعرف نوع الميوتيشن. ده جين ميوتيشن، انت غيرت في السيكونس، بس ده يعتبر ترو ميوتيشن انه هيتنقل عندي. او حتى بيقول لك هل انت شايف الميوتيشن دي ينفع تتنقل؟ طبعا ينفع تتنقل من وان جنريشن لانذر لان هي جميت ميوتيشن. وبكده يا صديقي بنكون انهينا حل الدي ان اي في كتاب التفوق. اتمنى تكون استمتعت برحلتنا النهارده في الفيديو دوت، ويا رب يا رب اكون قدرت افيدك. ما تنساش تابع حلقاتنا في حل كتاب التفوق، ان شاء الله باذن واحد احد هنقدر نخلصه في خلال الاسابيع الجايه. واتمنى تكون استمتعت معانا، واشوفك على خير في حلقه جديده يا صديقي. سلام يا صاحبي.